السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم النهاردة إن شاء الله سكريبت جديد، والفيديو النهاردة هيكون زي المرة اللي فاتت عبارة عن فيديو أنيميشن. بتمنى إنه يعجبكم وتستمتعوا بيه، وياريت تقديرا لمجهودي ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني أو لسه مشتركتوش، وما تنسوش طبعا تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. حازم يا حازم قوم بقى هتتأخر. بس خلاص صحيت. اوف، انسانه مزعجه. وبعدين انا كم مره اقولك ما تصحينيش؟ أصل طنط مش فاضية يبقى لما تفضى تصحيني هي. مش فاهمة ايه المشكلة لما صحيك. يومي بيبوظ فعلا؟ طيب وانا اوعدك اني مش هصحيك تاني عشان يومك ما يبوظش. ايه ده يا ربي؟ اكتر انسان سمج شفته في حياتي، ده اللي هتتجوزوا ليها الجنه. مش فاهمه عمال يتنك على ايه. عايز اعرف الكائن ده طالع لمين. ده عمه وطنطه واخته ناس زي السكر. ايه يا سمر مالك متعصبة ليه؟ انت صحيتي حازم؟ ايوه صحيته. وقالك ايه ضايقك قوي كده؟ البي ابنك مش عاجبه اني بصحيه، عاوز حضرتك اللي تصحيه حتى لو مشغوله تفضي نفسك. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، هو خايف عليكي. خايف عليا ليه؟ هو اول لما بيصحى بيقلب مصاص دماء ولا ايه؟ هو مين ده اللي اول لما بيصحى بيقلب مصاص دماء؟ ضحكت بصوت عالي وشاورت عليه. مش هلوم واحده ما لقيتش حد يربيها. وقفت وقلت لهم عن اذنكم انا هدخل انام، ما نمتش كويس امبارح. للاسف حازم عنده حق، انا فعلا بابا وماما اتطلقوا من زمان. كان عندي 5 سنين وانا بنتهم الوحيده. عمو سمير اخو بابا اقترح عليه انه ياخدني اعيش معاه. بابا وماما كانوا دايما بيرفضوا. بابا كان دايما بيتريق على عمه ويقول عليه عم الشيخ عشان هو متدين، وماما كانت شايفه طنط ست ممله وجهله. لما اتطلقوا كان كل واحد بياخدني شويه، ولما كنت بعمل حاجه غلط كل واحد كان بيتهم التاني بالتقصير. واخر مره عمه طلب ياخدني كانت من 3 شهور، واخيرا وافقوا. بس حازم كان رافض الموضوع ده تماما، باين جدا من تصرفاته. طنط قالت لي على الكلام اللي حازم قاله، ما تقلقيش هحرمه من المصروف. احسن يستاهل. انتي فاكراني بهزر؟ انا هعمل كده بجد على فكره. ايه ده؟ لا مش للدرجه دي يعني، عشان يتعلم الادب. المهم قومي عشان نلحق الفطار، عشان لو استنينا اكتر من كده تسنيم هتخلصه. يا طنط موبايل حضرتك بيرن. يا طنط ده حازم اكيد حاجه مهمه. فتحت التليفون وقبل ما ارد لقيته بيقول ايه يا ماما كل ده؟ بقالي ساعه برن. المهم خلي تسنيم تنزل تجيب لي كتاب هبعت لها اسمه عشان معيش فلوس. ابهات اخر زمن، والله اللي بيحصل فيا ده حرام. انا عارفه ان اللي عمه عمله مع حازم ده كارثه، خصوصا ان حازم لما خلص كليته اشتغل في كذا مكان بس ما كملش، عشان كده هو ما عندوش مصدر دخل ثابت خاص بيه، والنهارده هيروح شغل جديد، والطبيعي انه يكون معاه فلوس كفايه. يا ترى اتحاسبن فيا كام مره لحد دلوقتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فين ماما وتسنيم؟ طنط في الدار عندها حلقه وتسنيم بتجيب حاجه من المكتبه. طيب انا هروح انام. استنى احضر لك الغدا. لا شكرا. عمو عمو عمو. عاوزه ايه يا تافهه؟ عاوزاك ترجع تدي حازم فلوس. طب ما انا بديله. يا عمو هي الفلوس اللي حضرتك بتديها له دي فلوس؟ ده انا بتهيألي ان حضرتك لما كنت في سنه كنت بتاخد اكتر من كده. هفكر. هتفكر في ايه يا بابا؟ ها؟ سمر عاوزاني ارجع ادي حازم فلوس. نعم؟ لا طبعا. بصراحه يعني انا ما شفتش حد في قله ذوق ابنك ده، حتى ما فكرش يعتذر لها. خلاص يا تسنيم انا مش عاوزاه يعتذر لي اصلا، الموضوع خلص وانا مش زعلانه. لقيناه داخل ومعاه بوكيه ورد قمر. انا اسف بجد، ما كنتش اقصد اضايقك، انا بس كنت صاحي متوتر عشان الشغل. حصل خير. حازم انسان طيب جدا، محترم وشاطر جدا في دراسته. تسنيم قالت لي انه كان من الاوائل في دفعته، هو خريج ألسن ايطالي، وبدأ النهارده يشتغل مدرس في مدرسه ثانوي بنات. يلا بسرعه يا سمر المحاضره هتبدأ. في ايه يا بنتي؟ ما احنا ماشيين بسرعه اهو، هنمشي اسرع من كده ازاي يعني؟ يا نهار تهزيق، الساعه 9 ودقيقه. نعمل ايه؟ ندخل ولا نروح؟ انا وتسنيم في نفس الدفعه،
وللأسف إحنا الاتنين في كلية حقوق. أغبى حاجة عملتها كانت هي إني دخلت الكلية دي، بس بالرغم إنها متعبة تسنيم بتحبها، وأنا كمان. صباح الورد على حضرتك يا دكتور هشام. بص لتسنيم بعصبية. صباح الزفت على حضرتك يا أنسة تسنيم. إحنا آسفين جدا يا دكتور، وأوعد حضرتك مش هتتكرر تاني. اطلع بره. اتصدمنا لأن أول مرة يحصل لنا كده. نعم. اطلع بره وما تحضروليش لآخر السنة. بس يا دكتور. مفيش بس يا أنسة تسنيم، لو سمحتوا اخرجوا عشان المحاضرة كده هتضيع في جدال ملوش لازمة. خرجنا وكنا متضايقين جدا. طول عمرنا بننزل بدري، بس النهاردة كان في خناقة كبيرة في الشارع وكنا بنفكر نرجع. احنا هنطلع بمادة وش. دكتور هشام ما بيهزرش، يعني احنا نعدي 3 سنين زي الفل ونيجي على آخر سنة ويحصل لنا كده. اللهم لا اعتراض. يلا يا سمر. يلا فين؟ هنروح لحازم المدرسة وهنروح معاه بعربيته، هو هيمشي بدري. فرحت جدا وكنت متحمسة أشوف حازم وهو مدرس. طيب يلا. لقيناه مستنينا في العربية، وكان في بنت واقفة قدام العربية بتتكلم معاه. اتعصبت وناديت له بصوت عالي عشان ألفت انتباهه. يا حازم. ايه يا سمر، مالك بتعلي صوتك كده ليه؟ عشان احنا مستعجلين. اركبوا. والله حازم ده مريض ولازم يتعالج، موده بيقلب في ثانية. معرفش بيبصلي كده ليه، حاسة انه لو طال يقتلني مش هيتردد لحظة. معقول يكون متضايق مني عشان ما خليتوش يكمل كلامه مع البنت اللي كانت معاه دي؟ لا لا، اكيد هو اعقل من كده. دخلنا البيت وطنط وعمه كانوا بيزوروا ناس من عيلة طنط. حازم بصلي بابتسامة مصطنعة. مبروك يا عروسة، النهاردة كريم جارنا كلمني وقال انه عاوز يتقدم لك، وقال انه هيجيب اهله ويجي بالليل الساعة 7. وعلى فكرة باباك ومامتك هيجوا عشان يشوفوه. كريم؟ انت بتتكلم بجد يا حازم؟ ايوه بجد، مالك فرحانة كده ليه؟ اصل كريم ده حاجة كده ملهاش وصف، طيب ومتدين وجدع وقمر. قمر؟ ناقص تقوليلي انه جامد بس. غض بصرك شوية. اسفة. الساعة 7 بالليل ماما جت، وبعدين بابا. حازم وطنط وعمه وتسنيم كانوا قاعدين مستنيين كريم وعيلته. بابا وماما كان باين عليهم انهم متضايقين وعاوزين يمشوا. بعد ربع ساعة جرس الباب رن. حازم فتح الباب، وكانت المفاجأة. حازم قفل الباب ودخل لوحده. كريم ما جاش. حازم شكله غريب، متضايق جدا. بدون سابق انذار شدني من ايدي ودخلني اوضتي ودخل، وقفل الباب بالمفتاح. ايه ده، انت ازاي؟ وقبل ما اكمل كلامي ضربني بالقلم. انا مش فاهمه حاجه، بتضرب ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ ساكت وبيبصلي باحتقار. وبعد فتره اتكلم. عايزة تفهمي في ايه صح؟ انا هقولك. اول ما فتحت الباب لكريم لقيته بيرميلي في وش الكارت ده، وقبل ما يمشي قال لي للاسف كنت فاكركم محترمين. يعني ايه؟ مش فاهمه. حط الكارت في موبايله وقال لي اتفرجي على مواهبك. فتحت الصور. يا لهوي، ايه ده؟ لا لا، دي مش انا، دي مش انا يا حازم، والله صدقني انا ما عملتش كده. بصلي وضحك بصوت عالي. هايله انت في التمثيل يا سموره، والله تعرفي لو انا اهبل كنت صدقتك، بس انا مش اهبل يا بنت عمي. خد الموبايل من ايدي وجاب لي اوديو معرفش عاوزني افتحه ليه. متنحالي كده ليه؟ ايه عاوزني اعمل ايه؟ افتحي الاوديو. فتحته واتصدمت بمكالمة قديمة ليا مع ولد كان زميلنا انا وهو في المدرسة. اتعرفت عليه في تانية ثانوي، بقينا صحاب بسرعة جدا وكنا بنتكلم كتير. وفي مرة من المرات قال لي انه بيحبني. طبعا انا فرحت جدا، خصوصا ان ما كانش في حد مهتم بيا قده في الوقت ده. بس والله لما تسنيم بالصدفة قالت لي انه حرام بطلت اكلمه. حكيت لحازم. سكت شوية وبعدين قال اسمعيني كويس، احنا هنخرج بره وهتوافقي على كل كلمة هقولها، والا اقسم بالله هحكي لعمي، وانت اكيد عارفة انه لو عرف مش هيكفيه قتلك انت والواد ده. هوافق حاضر. خرجنا لقيناهم مستغربين من شكلنا. انا خايفة وبترعش، وحازم متعصب جدا بس بيحاول يهدي نفسه. حازم ابتسم لبابا وقال عمي انا طالب ايد سمر. طب وكريم؟ كريم طلع ندل، وبصراحة كويس انه مجاش. تمام، ناخد رأيها الاول. دمعة نزلت من عيني مسحتها بسرعة. انا موافقة. تمام، يبقى نكتب الكتاب الخميس الجاي.
اتفقنا، عن إذنكم، أنا اتأخرت ولازم أمشي. ماما قامت حضنتني. مبروك يا سمر. ومشيت. طلعت البلكونة عيطت كتير. أنا غلطت، بس مش هقدر أتحمل العقاب ده. أنا عارفة إن حازم إنسان كويس مع كل الناس، بس عمره ما كان كويس معايا. كان نفسي أتجوز حد بيحبني. يمكن لو كنت حسيت إن حازم بيحبني كنت فرحت. كان نفسي ألاقي حد يعوضني عن عنف بابا وإهمال ماما. يا رب عدي الفترة دي على خير. بعد كتب الكتاب. إيه ده، أنت بتبتسم زينا؟ وبعمل حاجات تانية زيكم كمان. المهم، خدي النوت دي اقريها، ولو ما حسيتش انك مبسوطة هطلقك. استنيت لما كل اللي في البيت ناموا وطلعت البلكونة وبدأت أقرأ. أنا بحب سمر بنت عمي. عارف، من ساعة ما شفتها مع تسنيم في الجامعة وأنا بحبها. اتعصبت جدا لما لقيتها مش محجبة. ازاي تسمح لحد أصلا إنه يشوف شعرها؟ لما عرفت إنها هتيجي تعيش معانا رفضت رفض قاطع. ما كنتش هقدر أغض بصري أو أتجاوز حدودي معاها. دعيت كتير ربنا يثبتني وما غلطش. لما عرفت موضوع الصور اتصدمت. ازاي البراءة دي تعمل كده؟ بس لما اعترفت لي بكل حاجة قررت اديها فرصة تانية، وهي كانت تستحقها الصراحة. ابتدت تتغير بشكل كبير، بس للأسف طلعت غبية. قلت لها ما تكلميش ولاد فبطلت تكلمني. يا رب صبرني وما قتلهاش. سمر، أنا عارف إنك قريت النوت دلوقتي. لو موافقة نكمل مع بعض اقسمي الشوكولاتة اللي قدامك. كلي نصها واديلي نصها التاني بكرة الصبح قبل ما انزل المدرسة، ولو مش موافقة حطيها في التلاجة وأنا هفهم. أنا خدت بالي إنك سبت الشوكولاتة في التلاجة. انتي؟ أنا هروح أجيبها عشان نقسمها سوا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا. وياريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وياريت كمان تسيبولي رأيكم اللطيف في كومنت. وبس كده، ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.